أهلا بحضراتكم. نبدأ بصلاة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وملخص فيلم جديد. أرجو لكم الاستمتاع بالملخص والتعليق عليه، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. سلام. بيبدأ الفيلم مع سانجا وهي في آخر يوم في الامتحان، ومعاها الهدايا هي وزميلاتها يديهم للدكاترة عشان يرتاحوا منهم مش هيشوفوهم تاني. بابا وأمها بيفكروا يجوزوها بالطريقة التقليدية، ودي أختها روبا يا تهوبة بتقول لهم المدير بتاعي نازل الهند وهيجيلكم، وانا فكرت ان هو ينزل عندكم عشان توقعوه وتشنكلوه ويتجوز البنت سانجنا وهي قاعدة في امريكا. البنت روبا دي ابوها طبعا بيوافق، ولو عرض الكلام على امها هترمي الفرح. عادة الاب والام ده طبيعي. امها مبسوطة طبعا، تقول لهم جهزوا بقى الدنيا نشوف هنعمل معاه ايه، وبنتها مش موافقة على الكلام اللي بيقولوه، وقاعدة مع صاحباتها بتحكي لهم عن مصايب أبوها وأمها. طيارة جت المطار، نزل المعلم بريم من الطيارة، لا أبوها واقف قال له أنا بريم، ركب معاه العربية وكمان اداله بوكيه ورد. وصل البيت، دخل المعلم بريم المكان وعجبه. قبل ما يدخل قابله الموظفين قال لهم لا ما تشيلوش شنطتي. هنا قال المكان واسع، وبيجي يقعد قام جاي واقع. بيفتح الدولاب لقى الهدايا كلها في وشه، لكن بيلاقي صور البنت سانجنا. هنا طبعا اعجب بيها الاعجاب المفرط. معلمة سانجنا عمالة تعمل له هاي هي، قال ده عليها مجنونة، يا بتعمل كده ليه، وادى بوكيه ورد لأمها، دي أم لطفي اللي بتنور وتطفي. معلمة سانجنا ماسكة الكلب قالت تروح حسوا عليه، مسكه وقعد يلعب معاه، وقاعد مع أبوه عمال يتكلم مش مبطل كلام، رغم إن أختها روبا قالت لهم ده كلامه قليل جدا. تقول له يا عم اهدى شوية، وما قالت لها عيب يا بنت سيبيه يقول اللي هو عايزه. قال له أنا بحب ركوب الخيل وتزحلق على الجليد، قالت له اسكت، وبوقت في وشه وخبطته على وشه بالمقشة. ركب العجل وماشي مع صحباتها بيفكروا بقى كده يعملوا فيه مقلب. واحدة قالت لهم أنا هعمل فيه مقلب تحرش، سيبوني عليه. المعلم نايم هنا، راحت تعمل له كده قال لها اقوا بقوا، يلا يا بنت على امك. هنا قرب من صحباتها كلهم بدأوا يحترموه ويحبوه، ده كله عشان يلاقي سكة ليه. قال لها ممكن نبقى أصحاب يا سانجن، قالت له أوكي، وراكب العجل. بص اللقطة دي بقى، أبوها بيطير مسكه. صلاة النبي أحسن. شفتوا اللقطة دي؟ ومسك السواق قال له يا ابني اقعد في جنب، انت عندك اسكربوت ولا ايه؟ هي طبعا استغربت من الحركة اللي عملها مع ابوها. وهنا هو قاعد مع صحباتها وهي معجبة بيه. راحت لباباه قال لها يا بنت اتجوزي بريم، بريم ده واد ممتاز. هي بدأت تقتنع شوي شوي. قال لها بقول لك ايه يا عم وصلك ايه الجامعة، رغم انه كان اخر امتحان لها في الجامعة، لكن ما علينا. هتاخد بكيه ورد عشان راحة للدكتور اللي طالع على المعاش عشان تديهولها هدية. فقالت لها انا بقرف من الولد اللي اسمه بريم ده. قالت لها ما تقرفيش منه. قالت لها ده انا بكرهه. قالت لها ده بيحبك جدا وقاعد مستنيكي تحت. قالت لها مش معقول. بص من الشباك لقت المعلم قاعد على العربية ما راحش الشغل. نزلت من مكان بتجري عليه. هنا بيعترف لها بحبه وهي مستنية تسمع كلامه. طارت عليه وخلاص. بدأت قصة الحب السواد، واللي فات بطاطا واللي جاي خالته قطاطا. بدأ يعلمها كل حاجة، تزحلق وشغل المظلات وركوب العجل، وبدأ يرسموا مع بعض ويقربوا من بعض وخلاص. بدأوا يلعبوا اللعبة الجميلة. هنا المعلم خارج معاها بالليل، رايحين حفلة، كل واحد شايل حبيبته وداخل بيها المكان. قالوا تمام يا جماعة، في مسابقة هنا اللي يقدر يكتب اسم حبيبته على دراعه. كل الشباب مش راضي طبعا عشان كل واحد بيحب له 7 8. هنا قال لها انا هقوم، وراح فعلا شال قميصه وقال له اكتب يا معلم. قام جاي كاتب سانجنا. هي اتفاجئت ازاي ما هو قايل لها انا بحبك عادي افلام هندي، وحط لها تاج الجزيرة على راسها، وبدأوا يرقصوا مع بعضيهم وبدأت الحياة تبقى حلوة 100 100. هنا ابوها قاعد بيتفاجئ بقى ان بنته بعتله ايميل بتقول له بريم كومار لسه هينزل عندكم. قال امال مين اللي عندنا ده؟ طلع اللي عندهم اسمه بريم كيشان، ده موظف في الشركة، مش هو بريم كومار الراجل الغني. بيكلم بنته قال لها يا نهار مش معدي. وبعدين هنعمل ايه في الورطة دي؟ ده اختك بدأت تتعلق بيه، هنعمل ايه يا ام لطفي؟
قالت له معرفش ايه اللي ممكن يحصل. بيشوفوا جواز السفر اللي هو فعلا اسمه بريم كيشان. امها هتعيط يا جماعه الخطه باظت. قال لها ما تقلقيش مش كل حاجه الفلوس. قالت له اقعد في جنب انت يا ابو لطفي بدل ما اديك على ودانك. جه المعلم بقى بريم كيشان رايح دلهي عنده شغل واستأذن من المعلمه سانجنا ومشي. ووصل في الوقت ده بريم كومار. دراما جميله جدا. هنا مشغول بشغله يعني مش فاضي لحد خالص. فعلا الراجل مظبوط ومنضبط. قالت لازم انا اغيره. بيتفرج على صورها بدأ يعجب بيها. قالت له خد دي دعوة الحفلة فيها تبرعات للفقراء يا باشا. قال لها وانا معاكي ما تقلقيش. عمالة ترقص في الحفلة طبعا هو مزبهل. اعجب إلهي يا بنت الرحمن الرحيم. أحلى من الشرف مفيش. فعلا طلع معجب وجاب لها بوكيه ورد كبير جدا وبدأ يبص لها بصات رومانسية لولبية لوزعية. بدأت تقرب منه يقربوا من بعض وبدأ يتعود على كل حاجة بتعملها وبيسمع الكلام خالص. ده مش مدير شركة ده يا جماعة ده باش كاتب. وهنا فاكر ان هي بدأت تعجب بيه هي كمان وبتعلمه كمان الرقص وركوب العجل. خلاص الواد اتعلق بيها وهي فعلا غلطانة. سوسو مش عجباني يا ابو سوسو. هنا المعلم ده خلاص قرب منها جدا والحكاية بقت بطاطا يا عم شلاطة. كده خلصنا منهم لسه ما خلصناش. جايه امها بتقول لها خدي العقد ده يا باشا البسيه ده هديه. بتلبسه رجعت قالت لابوها خدي يابا رجعه. امها قالت لها يرجع ازاي ده شبكتك من معلم بريم كومار. ودي كانت الصدمه الكبرى. البت زعلانه بس هي تستاهل. امها دخلت تقول لها عشان خاطري اسمعي كلامي ده مستقبلك وانا ادرى بيه منك. ابوها قال لها ما تحاوليش تضغطي عليها حذاري يا بابا. جه المعلم بريم كيشان من شغله داخل بقى وهي مش طايقاه. امها طبعا ام لطفي مش طايقاه وبيسأل عن سانجن قالت له مش موجوده وهي شايفاه وزعلانه جدا من اللي بيحصل. جرى على المدير بتاعه لقاه بيسوق عجل ماهوش مصدق ان هو بدأ يسوق عجل كمان. قال له يا عم عرفت الكلام ده منين؟ قال له انا بحب. وهنا المعلم بريم شاف حبيبته مبسوط جدا وراح قال لها كل سنه وانت طيبه بمناسبه عيد ميلادك. وهنا الواد بريم كومار مقدم لها هديه صورتها بيقول لها لو بتحبيني وممكن توافق تتجوزيني ارجوكي عرفيني. بيت شعر جميل جدا. دخل الواد بريم التاني كيشان شالها في المطبخ وصحباتها مبسوطين جدا بيه قاعدين على السفره مش لاقي له مكان يقعد فيه وامها مش عايزاه يقعد. راحت البيت سانجنا جابت له كرسي وامها اتبرق لها. يا ام لطفي جايه بتديله عصير عدت الناس كلها وادت لهم وهو لا. ادت له سانجنا كوبايتها وقعد الواد بريم كومار يغني وهي بتغني معاه. هنا حس ان هي موافقه على الجواز منه. هنا صاحبه بيقول له احضن البنت اللي انت هترتبط بيها. اتصدم هنا الواد بريم كيشان لانه عرف ان المعلم بريم كومار هيتجوز سانجنا. عمال يبكي وصحباتها زعلانين جدا. وقف جنبها وهنا قرر ان هو يسيب المكان ويمشي. خلاص ما عادش ينفع يقعد هنا ولا لحظة تانية. ابوها بيكلمه قال له خلاص يا باشا سلام وخد بعضه وودعهم ومشي. وهي واقفة حزينة مش عارفة تعمل ايه. تاني يوم راح اطلع الشغل جاري. قالت له انا مش هسيبك اوعى تسيبني ياه. قال لها حاضر وقعد يضحك عليها وقال لها اجيلك بكره على الساعه 4. انا مش هسيبك ولا اتخلى عنك ابدا. وعمال يبكي وبيعيط وخدها ووصلها لعربيتها وركبها عشان تمشي ويخلص من الموقف الصعب ده لان بريم ده صاحبه وصديق عمره ورئيسه في شركته. وهنا قال لهم خلاص انا همشي. فضلت تستنى لحد الساعه ما جت 6 مفيش حد جه برضه. صاحبتها راحت قالت لها بريم كيشان مشي وسافر ومش هيرجع هنا تاني وهي عمالة تبكي. هنا المعلمة سانجنا اتصدمت صدمة عمرها. المعلم عمال يدور على صورتها وعمال يعيط ويبكي وهو بيبصلها وبيعتذر ليها. وهنا خلاص بيستعدوا ليوم الخطوبة الموعود. واقفة مستنية بتقول خلاص هيجي على الحصان الأبيض وينقذني. وصاحبه بيتصل بيه بيقول له تعالى مش هينفع ما تجيش خطوبة بريم يا واد. وهنا عمال يبكي ويعيط وغصب عنه هيروح لأنه رئيسه. وهنا هي عمالة تفتكر فيه وكل مواقفهم مع بعضيهم وهي واقفة مسبهلة. وهنا بيلبسها خاتم الخطوبة. وقعت المصيبة. لقت المعلم بريم كيشان داخل المكان ومعاه بوكيه ورد وهي عمالة تعيط. راحت له بسرعة وامها مسبهلة قامت جاية مدياله بالقلم على وشه.
هنا برضه حاطط وشه في الأرض وهي بتحضنه. هنا رئيسه في الشركة عرف إن الدنيا بايظة وإن اسمها مكتوب على كتفه، راح خدها على جنب اعترفت له بحبها ليه. وهنا أم بريم كومار قالت لهم ابن التاني عايز يتجوز سانجنا، ابن بريم كيشان هو اللي هيتجوزها، وفعلا اللي اتجوزوا بعض. ودي كانت نهاية الفيلم. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بالملخص والتعليق عليه، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم في أمان الله. باي يا بشر.